بسم الله الرحمن الرحيم. يحييكم محمد خير من بورت السودان. أحييكم من هذه المدينة التي خرجت قبل ساعتين من غمدها وتفجرت شوارعها بالهتافات الندية وبالفرح الأصيل، وهي تحتفل بعودة مدني إلى غمد الوطن. ولم أفاجأ أنا بهذا التطور، إذ أنني منذ الساعة 3 صباحا ولم أنم حتى الآن في الفندق. أبلغني أخذ الضباط الكبار أن 1500 مسيرة الآن بدأت عملها في واد مدني، وفي حوالي الساعة 4:15 تم إنزال 380 جندي صاقعة مدرب تدريب عالي، وبدأت المعركة. عندما توجه الرئيس البرهان إلى غرب أفريقيا كان كل شيء قد أعد، وكل شيء قد بدأت نهاياته في الظهور. الآن مدني عادت كما كانت، عاد الكاشف، وعاد محمد اللمين، وعاد سامع عز الدين، وعاد أبو عرك البخيت، وعاد كل العازفين، وأحمد المبارك، وعاد عبد العزيز المبارك، عاد الشعر، وعادت رابطة الجزيرة للآداب والفنون، عادت مدني بكل ذلك الألق وبكل ذلك البهاء، عاد مؤتمر الخريجين، عاد كل شيء يعادي هؤلاء الأوباش ومن شايعهم من المثقفين والمتعلمين والصحفيين الرخصة. عاد كل شيء، عاد كل شيء إلى غمده. الآن نستطيع أن نقول أن هذه هي البداية الحقيقية للسودان، سودان ما بعد الحرب، الذي لن تكون فيه أي مكانة لأي خائن أو منحط أو عميل أو تنبسة مثل حمدوك. الآن نحن نضع يدنا في في مقدمة الالتحاق بالتاريخ، الالتحاق بالتاريخ، ونبدأ ما سوف نستأنفه من عمل كبير يؤكد الاندماج الوطني في الأساس، واللحمة الوطنية، والبناء السياسي الراشد، والشورى الواسعة، والديمقراطية الحقيقية. ونفرد لجيشنا مكانته السامية. هذه المعركة قادها الجيش بصبر، وأثبت أنه تكتيكيا يتفوق على كل جيوش المنطقة. بدأ مدافعا وانتهى مهاجما. من أجمل الأشياء التي حدثت في مدن اليوم إن الميليشيا بعد أن تكالب عليها الجيش من كل حدب وصوب، والمستنفرين فقدوا أعصابهم ورموا بأسلحتهم، فأجهز عليهم المواطنين والله العظيم بالمفراكة. والله العظيم أنا يحدثني هؤلاء العسكريون أن ال يعني الجنجويد دخلوا بالمدافع وخرجوا بالمفراكة. وهذه من عبقرية هذا الشعب، ومن ومن يعني فضائله التي لا تنتهي أبدا، ومن إدهاشاته المتكررة كل يوم. هذا الشعب يعني يولد كل يوم من نفسه مرة ثانية. هذا الشعب قادر على أن يبني السودان بشكل مستقل. والآن الآن الحشود التي ظلت معطلة منذ الاستغلال يعني تتقدم الصفوف. هؤلاء ظلوا صامتين لمدة 70 عاما، لا مجال
ثاني لأي يعني متسول سياسي، ولا مجال لأي متطلع، ولا مجال لأي شيء. نحن سننتصر وسنختار الحكومة من صلب هذا الشعب، من رائحته، من عرقه، من صبره، من أمجاده القديمة، بقيادة القوات المسلحة السودانية لفترة وجيزة، ريثما يتم كل شيء وكل شيء يستقر دستوريا، ثم نلجأ للانتخاب. هذا هو المخرج الوحيد، لأن الانتصار قد ضمن. وأنا أقول إن هذه المعركة التي نشبت بين هذه الميليشيا والقوى المساندة لها من الأحزاب السياسية الصغيرة، ومن مرتزقة العمل السياسي، ومن غلمان الأمارات، دي الحرب الوحيدة التي سوف لن تنتهي بلا أي تفاوض. التفاوض الوحيد هو أن يصعد الجيش وتصعد الجموع الحاشدة منذ 70 عاما، وتقع تلك القوى التي ظلت تمارس بالاستهبال والدهنسة والأونطة العمل السياسي. نحن الآن في انعطافة حادة للغاية. يجب أن ننتبه إلى أن هذه البلاد لكي تبنى لابد من استثناء الكثير من قواها لكي تستعيد نفسها من جديد، لكي تستعيد نفسها من جديد، ولكي ينهض هذا الوطن على أسنة الرماح. الله أكبر، الله أكبر. مدني عادت، مدني عادت، وسوف يعود البهج، وسوف تعود الحياة إلى سابق عهدها. والآن أيضا نمور الصحراء في القوات المشتركة يتقدمون وسيطرون على الرمال والصحراء سيطرة كاملة، والفاشر أصبحت في مأمن، وسوف تتحرك تلك الجحافل غربا وشرقا نحو مضليط ونحو زارنجيه، وسوف تقوم الحياة الجديدة على هذا الوفاق الوطني الشامل الذي نقابله منذ الساعة الثالثة صباحا، أقسم بالله، منذ الساعة الثالثة صباحا، بالبكاء، بالبكاء وبدموع الفرح. إن البكاء طهارة وطهارة النفس، وقد بكينا وتطهرنا ونحن في استقبالك يا وطن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.